السلام عليكم متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو سوف نستعرض لكم فنانات اختفين عن الشاشة وما زلنا على قيد الحياة وآخر ظهور لهن. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أولا الفنانة نسرين قدمت عدد من الأفلام السينمائية أبرزها الحفيد وشباب على كف عفريت وشيلني وأشيلك وبديعة مصابني، وكانت خطواتها في الدراما التلفزيونية ذات البصمة الأبرز حيث قدمت مجموعة من المسلسلات أهمها الشهد والدموع وعابر سبيل والمشربية ورحلة السيد أبو العلا البشري، كما أنها شاركت في أكثر من مسرحية أبرزها ليلة زفاف ومسألة مبدأ. اعتزلت التمثيل في عام 1991 وارتدت الحجاب، وذلك بعد أن أعلن زوجها الممثل محسن محي الدين اعتزاله، وكان آخر ظهور لها عندما حضرت مع زوجها الفنان في عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز. الفنانة نسرين ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 63 سنة. الفنانة مي عبد النبي برزت مي عبد النبي بدورها في مسلسل لا يا ابنتي العزيزة مع الفنان عبد المنعم مدبولي، ومن بين أشهر أعمالها الفنية أمير الشرق والمغامرون الخمسة وآلة الزمن، كما اشتهرت بأعمال الدبلاج، وهذا ما جعلها ترتبط كثيرا بالأطفال. اختفت عن الأنظار ثم عادت مرة أخرى في عام 2001 بعدما قدمت مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ولكنها اختفت مرة أخرى. كان اختفاء مي عبد النبي بسبب زواجها من اللاعب الدولي مصطفى يونس الكابتن الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، واستمرت زيجتهم لمدة 10 سنوات أثمرت عن إنجاب ميار ومصطفى، ثم انفصلت في عام 2015. عادت مي عبد النبي مرة أخرى للأضواء بعدما ظهرت في برنامج بيت العيلة مع ماما نجوى، ولكن هذه المرة كانت ترتدي الحجاب وبدأت علامات الكبر تظهر عليها. الفنانة مي عبد النبي ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 69 سنة. الفنانة فاطمة التبعي ركزت جهودها بشكل كبير في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاتها محمد رسول الله، شارع المواردي، والطاحونة. شاركت في عدد من الأفلام منها محطة الأنس وألف بوسة وبوسة وتل العقارب. أطلق عليها الجمهور لقب فنانة الأدب، حيث أنها اشتهرت بأنها تؤدي الأدوار المهذبة خلال مشوارها الفني، وابتعدت عن جميع مشاهد الإغراء، واتبعت وصية أهلها بأن تؤدي أدوارا هادفة وتتمسك بالقيم والمبادئ. في منتصف التسعينات أعجب بها رجل مصري يعمل مهندسا معماريا وهو المهندس أحمد حسن، وتم إتمام الزواج في عام 1996. اقتصر حفل الزواج على الأهل والأصدقاء فقط. قررت الفنانة الكبيرة فاطمة التبعي ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل نهائيا والتفرغ لزوجها وتربية أولادها. آخر أعمال الفنانة فاطمة التبعي كان عام 1999 من خلال مسلسل ميراث الريح. ومن لحظة اعتزال الفنانة فاطمة التبعي لم تظهر في أي مناسبة ولا يوجد لها أي صورة حديثة. الفنانة فاطمة التبعي ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 71 سنة. الفنانة إيمان الطوخي جمعت الفنانة إيمان الطوخي بين موهبتين التمثيل والغناء، فشاركت كممثلة في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، فقدمت للسينما الحكم آخر الجلسة ودماء على الأسفلت، وشاركت في مسلسلات رأفت الهجان وبوابة الحلواني. وفي مجال الموسيقى أصدرت عدة ألبومات غنائية هي يا قمر يا منور والنظرة الأولى. واعتزلت الفن عام 2002 ثم عادت مرة أخرى لفترة وجيزة، ثم اعتزلت نهائيا في عام 2003. تسببت شائعة زواجها من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وشائعات أخرى بأنها أنجبت منه أبها وحزنها الشديد، وقد أتت هذه الشائعة بعد أن قام الرئيس الأسبق بالحديث معها في إحدى حفلاتها والسؤال عنها، وسألها أنت مختفية ليه؟ ولو عاوزة حاجة كلميني. وكانت حفلة عامة شارك فيها الفنان سيد مكاوي، وبعدها بشهرين غنت في حفل احتفالات أكتوبر. ومن لحظة
اعتزال الفنانة إيمان الطوخي لم تظهر في أي مناسبة. الفنانة إيمان الطوخي ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 66 سنة. الفنانة صفاء السابع تألقت في عدد من الأفلام الفنية سواء كانت درامية أو سينمائية، وكان دورها في مسلسل رأفت الهجان سببا كبيرا في تأهيلها لأن تكون نجمة من نجمات الزمن الجميل من خلال شخصية مونيكا التي جعلتها تسجل نجاحا وانتشارا واسعا. تعددت أعمالها، وبخلاف مسلسلها الأشهر رأفت الهجان ظهرت أيضا في عدد من الأعمال منها مسلسل الحفار وجريمة على الشاطئ الهادئ والبراري والحامول وآسفة لا يوجد حل. وفي السينما كان لها تواجد محدود في نص أرنب وسيدات أنسات ولعبة الأشرار وبوابة إبليس. اعتزلت الفنانة صفاء السابع فجأة، وذلك بعد أن تزوجت من ضابط شرطة، حيث فضلت الاستقرار الأسري والتفرغ لرعاية زوجها، خاصة بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة عبير. الفنانة صفاء أبو السابع ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 67 سنة. الفنانة ناهد جابر. شاركت الفنانة ناهد جابر في العديد من الأعمال التلفزيونية منها سيداتي أنساتي وغصن الزيتون وزهرة البنفسج واللص الظريف وغيرها. من أشهر أدوارها المسرحية دور مديحة في مسرحية شاهد ما شافش حاجة. قدمت الفنانة ناهد جابر عددا من الأعمال السينمائية المميزة منها بنت بديعة والكلمة الأخيرة وحياة قلبي وأفراحه. عام 2000 اعتزلت الفنانة ناهد جابر التمثيل وقررت ارتداء الحجاب والتفرغ لأسرتها. ومن لحظة اعتزال الفنانة ناهد جابر لم تظهر في أي مناسبة. ناهد جابر ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 79 سنة. الفنانة منى جابر، وهي شقيقة الفنانة ناهد جابر، بدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج في التلفزيون، وقدمت برنامج فن الباليه على التلفزيون المصري، وكانت زوجة لفنان الباليه عبد المنعم كامل، ومن قبله زوجة للمخرج هاني لاشين. ثم شاركت في أعمال سينمائية حتى اعتزلت أوائل التسعينات بعد أن لمعت نجوميتها في فيلم الحفيد. ومن أهم أعمالها السينمائية أنياب والنداهة ومسلسل لن ننساها أبدا، وكان آخر ظهور لها عندما تم تكريمها بأحد المهرجانات بعد سنوات طويلة من الاختفاء. الفنانة منى جابر ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 85 سنة. الفنانة لمياء الجداوي بدأت مشوارها الفني في مجال الإعلانات قبل أن تقدم أول أدوارها في المسرح مع الفنان محمد صبحي في مسرحية الهمج، الذي طلب منها الانضمام إلى فرقة استوديو الممثل بعد أن شاهد لها عرضا راقصا مع فرقة محمود رضا. ومن أشهر أعمالها السينمائية أحلام الفتى النائم وجبر الخواطر وجري الوحوش، كما قدمت للتلفزيون أبرياء في المصيدة ورأفت الهجان وأنا وإنت وبابا في المشمش. قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، حيث جاء قرارها بترك المجال الفني للتفرغ لرعاية أسرتها، واختفت عن الأنظار لفترة امتدت ل20 سنة، ثم ظهرت في أحد البرامج الفضائية في سنة 2015. الفنانة لمياء الجداوي ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 57 سنة. الفنانة نهلة رأفت قدمت عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام في فترة الثمانينيات وبداية التسعينات، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام. من أبرز الأدوار التي قدمتها دور حبيبة الفنان محمود الجندي في فيلم حكايات الغريب، وكذلك شاركت في مسلسلات شيء من الحنان وسر الأرض. الفنانة نهلة رأفت ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 61 سنة.
الفنانة ليلى حمادة. شاركت ليلى حمادة في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم إمبراطورية ميم والشهد والدموع وضمير أبلة حكمة. ظلت ليلى حمادة تقدم الأدوار الثانوية حتى جاءتها فرصة البطولة المطلقة في فيلم المغنواتي مع الفنان شكري سرحان وسهير المرشدي والمنتصر بالله، ولكنه لم يحقق نجاحا، ولعل السبب أنه كان نسخة ثانية من فيلم حسن ونعيمة للراحلة الفنانة سعاد حسني. الفنانة ليلى حمادة ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 73 سنة. الفنانة ماجدة حمادة هي الأخت الصغرى للممثلة ليلى حمادة. بدأت حياتها في برامج الأطفال مع ماما سميحة وبابا شارو، ثم عملت في مسلسل القضبان. شاركت في الكثير من الأعمال الفنية، ومن أفلامها اليوم المشهود وحارة الحبايب وآسف للإزعاج، ومن مسلسلاتها الجنة المهجورة وقبل الضياع والشيطان والحب. الفنانة المعتزلة ماجدة حمادة ما زالت على قيد الحياة وعمرها الآن 70 سنة. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.